الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بعد ما تذكرت قلت خلي أصور. أنا طبعا ردت أشدها، ولو متذكر من الأول من فتحت الكارت ونظفته، وكان بها عطب بسيط. هاي المبردة البلاستيك. طبعا أغلب المصلحين ما نشروا مثل هذا الفيديو. إذا صار عندك الكارت ينطفي ويعتلق ويشكل عندك 3 حالات مو أكثر. أما الماشة أو السويتش اللي عندك، أو الواير نفسه، السلك الممتد مال المبردة اللي هو هذا الرئيسي اللي طالع وداخل للكارت، الاسطوانة الثانية. أي احتمال بي قطع، احتمال بي مثل تلف. هاي الثالثة، وحدة والثانية والأخيرة. طبعا هاي اللي صايرة عندي اليوم. تجربتي الشخصية صارت عندي هذه الحالة. قطع بالسلك، هذا السلك كان عندي قطع لأن صاير عليه مي نازل من فوق وصاير عليه مي، وقاطع الواير. قبل ما يقطع الواير ضربت عندي المحولة وانقطع عندي هذا الواير اللي صورته. وبنفس الوقت بدلت المحولة 12 فولتيتها. جبت لها محولة مال مسجل ياباني قديم، وركبتها عليه بعد أضبط من المحولة مالتها طبعا. وهسه هذا الكارت مثل ما تشاهدون، هاي تصليحاتي اللي قمت بها. هذا عندكم هنا المشترك، وهذا التوصيلات الماطور، الغطاس راح عن بالي. هاي الدرجة الأولى الثانية والثالثة، السرعة الأولى الثانية الثالثة، أصفر أزرق أسود. درجة الواطية والوسط والدرجة العالية الأسود هذا. على كل خل أختصر الفيديو لأن ما عندي وقت. أنا صلحت هاي المبردة، قلت خلي أنطيكم فكرة عنها. زين. وهذا الملح، بالنسبة لهذا الملح إذا عندكم هذا بالكاغد سنبادة، لا تخلوا، حكوه نظفوه حتى لا يأثر على حماوة البنكة من يحمل ماطور ويتلفها. نعم، يسبب لها أذية. الكونديسر 10 نظفته بالسنر وكملت، وغسلت الكارت، غسلته بالسنر وكملت، والحمد لله. هاي هي. هسه أنا بعدني ما شاد كملها. هذا البرغي. أنا مو مصلح، بس عندي خبرة، معلومات كاملة دقيقة عن المكيف والسبلت والمبردة. اللهم صل على محمد. هذا هسه البرغي راح ننزله هنا نخلي. وهاي مالته الصمودة، العامود اللي تفصل بين الكارت وأخوه. كارت عبارة عن قطعتين مو قطعة واحدة. هذا الكارت على أي حال. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام عليكم.